الأرض في الدقيقة العشرين عندما نجح حمزة أبو رزوق في افتتاح أهداف المباراة مطلقا العنان لأفراح عشاق النادي الفاسي. لتزداد مصاعب الترجي مع حصول مجدي تراوي على البطاقة الحمراء إثر نيله البطاقة الصفراء الثانية، قبل أن يعاني المغرب الفاسي نفسه بإصابة حارسه الأول زنيتي، والذي عوض بالبديل إسماعيل كوحة الذي من جهته عانى من الإصابة أضاع بسببها الوقت الكثير، ما دفع بحكم اللقاء لمنح 10 دقائق كوقت إضافي للمباراة. تمكن في دقيقتها الأخيرة قائد شيخ الأندية التونسية خليل شمام من تسجيل هدف التعادل وسط فرحة جنونية لجماهير الترجي، فرحة لم تدم كثيرا، فالمباراة ذهبت لركلات الترجيح التي ابتسمت للاعبي المغرب الفاسي بعدما نجح الكوحة في رد كرة سامح الدربالي من جهة وإضاعة وليد الهشري في العلالي من جهة أخرى، ليأتي الحسم بإقدام محمد ديوب الذي سجل ركلة التتويج الأول لفريقه في هذه البطولة، ومحققا بذلك اللقب الثاني للمغرب الفاسي إفريقيا خلال شهرين بعدما تمكن من التتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي. والمصادفة أن فريقا تونسيا كان حينها المنافس في النهائي.